أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لهم والغاصبين لحقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا غريب، وليس كمثلي غريب يا مظلوم كربلاء. صلى الله عليك وعلى ابن أخيك شباب كربلاء القاسم بن المجتبى، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا عين ذوبي زفرة، يا عين ذوبي زفرة وتفجعا، جزعين لمن أبكى الحسين، وأوجعا للقاسم بن المجتبى لمصابه، فلكم ذرفت له عيوني أدمعا. لم أنسه للصبط إذ جاء ودمعه، لم أنس للصبط إذ جاء وعينه تهمي النجيع مسلما ومودعا، وإليه يحمل عوذة فيها الإمام المجتبى سرا قد أودعاه عماه فأذن لي، فقد شاء القضاء أن يستفي جسدي وأن يتقطع، ومضى إلى الهيجاء يلمع سيفه، ومضى إلى الهيجاء يلمع سيفه، حتى استقى كأس الردى الرعايا، وأتى إليه الصيب ينشج قائلا، شي يقول أبو علي؟ وأتى إليه الصيب ينشج قائلا، عماه يعزز أن أراك مبايع الضعايا، أبقيت عمك للهموم وللأسى، وارتحت من هم دها واستيقبعا
عماه لم تهدأ لرملة دمعتين. لا والله هذا حال الأم. عماه لم تهدأ لرملة دمعة، ولزينب نوح متى الناعم نعايا يا ابني شقول عليك يا ابني دول ابني زماني بيك دول ابني زماني بيك يا سلوى شلون انساك وانسى ايامك الحلوة ايش هالبلوى المثيلها ما جرت بلوى لعندي الموزم يا ابني تذب البيك 9 من الشهر شالت نالت من ثجيل الحميل ما نالت أمك جابتك يا مدلل وحولت أمك جابتك يا مدلل وحانت ويوم صرت بيا شبل شيبني صيارك وانهدم حيلي هز مهدك يا شمامة وسار ليالي منك حرمت امك ليش يا ويلي آخر ما قلت حقها وتطالبني نسيت رباك يا ابني نسيت رباك يا ابناي الأم شو تقول يا ابناي انهدم سور البنية وطاح يا ابناي انهدم سور البنية وطاح يا ابناي يا جاسم ليش بيك طعيت يا ابناي تبقى وياي ظني بيك يا ابناي تباريني لما تدنى المنية تباريني لما تدنى لكن الأمر لله إنا لله وإنا إليه راجعون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا لقضاء الحوائج لشفاء المرضى نصرة للمجاهدين دفعا للبلاء تعجيلا في فرج المولى صاحب العصر والزمان وشمولنا بخفي ألطافه وعناية صلوا على محمد وآل محمد بأعلى الأصوات. الإمام الحسن المجتبى حديث عنه ولد مولانا الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه في السنة 3 للهجرة. المشهور أنه ولد في النصف من شهر رمضان المبارك، ويذهب
بعض المحققين منهم سيد جعفر مرتضى العاملي أنه ولد في ربيع الآخر، ولكن المشهور أنه في النصف من شهر رمضان. شهادة في نهاية صفر في سنة 50 للهجرة. على هذا يكون عمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه يوم شهادة 47 سنة. الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه هو السبط الأول لرسول الله صلى الله عليه وآله، والمولود الأول لأمير المؤمنين والزهراء عليهم أفضل الصلاة والسلام. الإمام المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام ورد في القرآن الكريم تبيينا لمقامه ومقام أخيه الإمام الحسين عليه السلام، عدة آيات تبين مقامهما، منها آية التطهير، ومنها آية المودة، ومنها آية في بيوت أذن الله، وآيات كثيرة لسنا بصدد سرد تلك الآيات وذكرها. أما إذا جئنا إلى أبنائه فقد ذكر المؤرخون أن للإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه 20 من الأبناء. وذهب الشيخ المفيد أعلى الله مقامه في الإرشاد قائلا أن أبناء الإمام الحسن المجتبى 15 ذكورا وأناث. لما نأتي إلى الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يشترك الإمام الحسن مع أخيه الإمام الحسين في كثير من الروايات في مدحهما وفي بيان مقامهما عند رسول الله وعند الله تبارك وتعالى. من تلك الروايات اللي واردة في كتب القوم، مو بس في كتبنا احنا كأتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، منها ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. بعد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. وهذه الرواية التي بدأت بها المجلس، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. في الشبه كان الإمام الحسن عليه السلام يشبه جده صلى الله عليه وآله في خلقته وأخلاقه، ولذا عنه صلى الله عليه وآله قال: بني حسن لقد أشبهت خلقي وخلقي. هسه تسألني لماذا جئت بهذا الموضوع في ليلة القاسم؟ الواقع أيها الأحبة كثر الكلام من هنا وهنا في بعض الفضائيات وبعض ذول الذي هم بعيدين كل البعد عن تراث أهل البيت وعن مبادئ أهل البيت وعن الإمامة، حتى قالوا بعضهم أن الإمام الحسن عليه السلام إمام الصلح، ليس في حياته هناك مثلا أمر بمعروف ونهي عن منكر وما شاكل ذلك، أي يعني يقصدون أن الإمام الحسن عليه السلام رجل صلح وهدنة فقط، كأنما حياة الإمام بس هدنة مع معاوية وصلح. لا، الواقع الإمام الحسن المجتبى 47 سنة وشوي ملأ الدنيا جودا وكرما وعطاء، يلقب بكريم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، علما وسؤددا صلوات الله وسلامه عليه. لكن السيرة الحسنية، سيرة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، أخذ عليها طابع شنو؟ أخذ عليها الدهر طابع الصلح أكثر والهدنة، ولكن بالمقابل سيرة الإمام الحسين أخذ الطابع شنو؟ الثورة
والسيف والقتل والقتال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإلا الحسن والحسين هما إمامان قام أو قعدا، وكأنما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عالم بالغيب يعلم بأن هنالك أمة سوف تأتي فتعترض على الإمام الحسن عليه السلام وتقول له أنت لست بإمام، أنت أجل الله السامع ويجل الإمام، يقولوا له أنت جبان. وصلوا إلى هذا الحد. والواقع أن الصلح الذي كان بين الإمام الحسن وبين معاوية ما هو إلا امتداد وتهيئة الظروف لثورة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. تقول لي شلون؟ يقول لك الإمام الحسن ما الذي أدى به أن يصالح معاوية؟ أولا صارت عدة خيانات من مجموعة من أصحابه، منهم من مناهم معاوية بالمال، ومنهم من مناهم بالجاه، أعطيكم مكان أعطيكم كذا، ومنهم من خوفهم. وباقي أصحاب أمير المؤمنين كان يتبعهم معاوية ويقتلهم. هذا أثر تأثير بالغ في من؟ في أصحاب الإمام الحسن، فصاروا يتشتتون وبدت الخيانات والغدر بالإمام، حتى وصل الأمر بالإمام صلوات الله وسلامه عليه يخشى الاغتيال أن يقتلوه، وجرح صلوات الله وسلامه عليه. في حين الصلاة كان الإمام الحسن شنو؟ يلبس درع خشيته شنو؟ أن يقتالوه. هذا الأمر الآخر، القائد العسكري اللي كان في جيش الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، هذا الرجل ابن عم من قرابته والحمل منه يشيله، القرابة أولى. لكن هذا الرجل وهو ابن عم الإمام تشوفه بالليلة الظلماء يطلع مولانا وين يمشي؟ يمشي إلى خيمة معاوية. معاوية يخوفه ويرغبه ويطمعه على أي حال، وإذا بهذا الشخص ينفرد ويعتزل عن من؟ عن جيش الإمام. هذا أدى إلى تشتيت العسكر، وإلا الإمام كان قد أعد العدة وجهز الجيش، ولذلك حتى كان كل من يعترض عليه يجيبه صلوات الله وسلامه عليه، الإمام يجيبه. ولذلك استوقفه أحدهم قال له ما الذي حملك؟ أصلحك الله، ما الذي حملك على الصلح مع معاوية؟ قال قلة الرجال. ويحك إذا كان لي رجال لقاتلت معاوية ليلي ونهاري، لكن ما عنده رجال، أي رجال أوفياء أصحاب مبدأ يعرفون معنى الإمام شنو ويضحون بالغالي والنفيس. لكن الإمام بلا أصحاب بلا أنصار، ماكو صدق، ماكو مبدأ عندهم، ماكو عقيدة عندهم بالإمام. يجي لابن الزبير شو يقول له؟ يجي ابن الزبير يعترض على الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يتهمه بمن؟ بالجبن، يعني أنت خائف. فقال له الإمام ويحك أنا ابن أشجع العرب، أنا الذي أولدتني فاطمة، أنا اللي جابتني أم الزهراء، أنا ابن أشجع العرب علي بن أبي طالب. أنت تقول لي أنا جبان، ولكن ما معاوية إلا رجل مثلك يغدر ويفجر، معاوية مثلك. وبعدين أيها الأحبة، الصلح اللي كان بين الإمام صلوات الله وسلامه عليه ومع معاوية إنما هو حقيقته كان ليبين الإمام صلوات الله وسلامه عليه للناس كلها وليومنا هذا وإلى قيام الساعة أن هذا معاوية اللي تحجون عنه وبهم يسمونه خال المؤمنين، أو المهم على قولة واحد يسمي خالة المؤمنين، مو خال ولا هو بخير. المهم هذا معاوية اللي يدعي نفسه أنه شنو خليفة، هذا عاهدت بعهود وكتبنا من ضمن العهود مولانا شنو؟ أنه لا يتعرض لسب أمير المؤمنين على المنابر. بعد من ضمن العهود أنه لا يتبع أثر أصحاب أمير المؤمنين ويقتلهم مثل ما قتل حجر بن عدي وغيره. زين، وبعد هكذا وأن لا يخلف بعد شنو؟ ابنه يزيد عليه لعائن الله. لكن هذه كلها العهود معاوية لما أراد أن يجعل ولده من بعد يزيد، يعني خليفة يكون من بعده
صعب عليه وجود الإمام. وهذا بين قوسين لو لم يكن الإمام الحسن صاحب مبدأ ورجل ملؤه الشجاعة والبطولة وملؤه العقيدة بالله عز وجل وأنه يريد الإصلاح في الأمة، لما كان معاوية ابن أبي سفيان يدس له سم قاتل حتى يقتله. وإلا شنو مسوي له الإمام الحسن عليه السلام؟ ليش يدس له السم؟ يقول لأنه أراد أن يجعل ولده من بعد خليفة، وكان من ضمن هذه العهود أنه لا يجعل يزيد خليفة من بعده. إذا مات هلك معاوية يجي الأمر للإمام الحسن، إن لم يكن الإمام الحسن للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لكن شوف معاوية ايش قال، صعد المنبر، ماذا قال؟ قال ألا وإن كل عهد عهدته للحسن بن علي فهو تحت قدمي. عجيب عجيب. ألم تكن أنت مسلما؟ إذا أنت حقا زين معتبر نفسك خليفة ومسلم، ما تقرأ القرآن الكريم؟ أنت ما تصلي؟ القرآن شو يقول؟ القرآن يقول أوفوا بالعهد إن العهد شنو؟ كان مسؤولا. ومعاوية يقول كل عهد عهدته للحسن فهو تحت قدمي. زين، هذا الذي أدى إلى أن الإمام الحسن المجتبى يعيش حالة من الغربة بينه وبين الناس والأمة. ولكن الإمام هو إمام حتى لو شنو صالح معاوية وكان يؤدي دوره، الظرف حكم على الإمام يصالح معاوية. وهذا الصلح نتيجة شنو؟ نتيجة الصلح بين زيف معاوية وأنه خارج عن الإسلام، بعد نتيجة أنه مهد الطريق إلى ثورة سيد الشهداء بعبد الله الحسين. يقول لي كيف هالثلة الباقية من أصحاب أمير المؤمنين اللي حضروا كربلاء لولا صلح الإمام الحسن ما كانوا في كربلاء وما نصروا الحسين عليه السلام. ثم أكو وجود في كربلاء للإمام الحسن. شوف إحنا عدة روايات تتكلم عن عدد جيش الأموي 60,000 30,000. الإمام الحسن لما دس إليه السم وعلم بذلك الإمام الحسين إجي دخل على الإمام الحسن، رآه بتلك الحالة المؤلمة وهو يقذف نصف كبده، فبكى الحسين عليه السلام. والإمام المجتبى أبو محمد أول مرة يشوف خي الحسين يبكي عليه، ما متعود، الكل يبكي على الحسين، ماكو واحد يبكي على الحسن بهالدمعة. فاشتد بكاء، قال له أخي أبا عبد الله لا تبكي علي، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، يوم تزدلف إليك 30,000 يقتلوك ويقتلوا أهل بيتك ويسبون ذريتك. هذه الرواية عن من؟ عن الإمام الحسن. بعد مولانا إذا ردت تعرف أن الإمام الحسن كان على هدي وطريق الإمام، مبدأه كمبدأ، لكن الظرف حكم عليه أن يصالح معاوية. ترى أن الإمام على مبدأ أخيه وأنه ممهد لثورة الحسين، كان يخطط لقضية الحسين من يا باب حضور أبناء في كربلاء، حضروا أبناء في كربلاء، منهم الحسن المثنى. هذا حسن المثنى مولانا جرح، وجدوا في جسده 17 جرح، استشفع به خاله وأخذه من المعركة وداواه، من عند نسل منه الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. بعد عندك عبد الله الأكبر حضر في يوم كربلاء مع عمه الحسين واستشهد قبل أخيه القاسم عليه السلام. هذا عبد الله الأكبر. بعد منه عبد الله الأصغر، هذا لما الحسين كان على واهجة الرمضاء بجراحاته، يقولون هذا الطفل صغير بعده هسه عمره 10 سنوات كذا، مختلفين فيه. يقول حاولت زينب أن تمنعه وصاح بها الحسين، قال أخي زينب احبسيه لا تخليه يجي لي، احبسي أخي زينب. ففلت من يد زينب وإجى إلى عم الحسين لاذ به. يقول إجى عدو من الأعداء أراد أن يضرب الحسين، يقول فرفع الغلام، رفع الطفل يده مقابل ذاك الرجل، يقول وإذا باللعين أهوى السيف على يده فبترها، فصاح عماه حسين لقد قطعوا يدي
قال بني اصبر اصبر، سيلحقك الله بآبائك وأجدادك، وسينال هذا العدو العقاب الأليم، أجركم الله. هذا مولانا أيها الأحبة. ثم رماه الرواة هكذا يقولون، ثم رماه حرملة بسهم فذبحه من الوريد إلى الوريد. هذا ابن الإمام الحسن. تريد تعرف الحسن إلى وجود؟ هذا ابنه. بعد مولانا للإمام الحسن وجود، بعد أكو واحد من أبناء اسمه عمرو بن الحسن، مو عمر، عمرو بن الحسن. هذا الغلام يقول من جملة أولئك الذين دخلوا سبايه على يزيد الطاغية عليه لعائن الله. من دخلت السبايا على يزيد، يقول يزيد التفت لهذا الولد بعد صغير، قال له بني من أنت؟ ما أجابه. من أنت؟ ما أجابه. هذا دليل على الشجاعة. الشجاعة مو بس بالسيف. أنت واحد قاتل أهلك وعمامك كلهم وإخوانك كلهم كاتلهم، زين، شر قتله قتلهم، وأتى بك أسير مقيد بالحبال والسلاسل ويسئ لك وما ترد عليه. هذا نوع من الشجاعة. قال له من أنت؟ ما تكلم الولد. ثم قال له بني ألا تصارع ولدي خالد؟ عنده ابن يزيد اسمه خالد. قال له أين أنا من المصارعة؟ تريدني أصارع ابنك؟ شوف هذا ديدن الحكام الظلمة، قاتل أهله وإخوانه كلهم وجايبه أسير بين يديه ويقول له تعال شنو صارع ابني؟ شاهي العيب. المهم التفت له، لما لا تصارع ولدي؟ قال له لا أريد ذلك. قال له لا بد أن تقبل يزيد. فقال له عمرو بن الحسن إذا شئت اعطه سكينا واعطني سكينة، فإن قتلته ألحقته بأسلافه، وإن قتلني ألحقني. ألحقني بمن؟ ألحقني مولانا بآبائي وأجدادي. زين، هو ذولاك شنو؟ منو؟ يزيد. وآباء منو؟ وآباء هؤلاء من؟ هذا عمرو بن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. بعد مولانا صاحب هذه الليلة وهو مولانا القاسم بن المجتبى، حلو الشمائل والصفات، لهفي على وجناته بدم الوريد مخضبات. ليلة العاشر إخواني الإمام الحسين كان يتكلم مع أصحابه، يريهم منازلهم، فلان أنت منزلك هذا، فلان أنت منزلك هذا. هنا هذا لما انتهى الحديث عن ذلك التفت القاسم بن المجتبى إلى الإمام الحسين قال عم أين منزلي أنا؟ وين أنا بيتي؟ يعني يريد يقول له هل أنا أكون شهيد أيضا سيدي يا أبا عبد الله؟ التفت للإمام الحسين قال له بني قاسم كيف ترى الموت؟ شلون تشوف الموت؟ لاحظ الجواب. قال له سيدي معك أراه أحلى من الشهد، أحلى من العسل أشوفه. ولذا يوم العاشر من محرم لما رأى أخوته وبني عمومة صرعى وسمع نداء عم الحسين ما تمالكت نفسه. إيش سوى مولانا؟ جاء وهو ينادي لبيك سيدي لبيك. وصل إلى الإمام الحسين، لما رآه الإمام قال بني ماذا تريد؟ قال أريد أن نأخذ بثأر من هؤلاء القوم. قال بني قاسم أنت العلامة من أخي الحسن، أنت الشمامة التي أرتاح بشمها، ابقى في المخيم. يقول رجع الغلام عمره 13 سنة، يقول يعاين بيديه، ينظر إلى كفيه ويقلبهما يمنة ويسرى. تذكر والده قال له بني قاسم إذا نزل بك هم أو غم فافتح هذه العوذة. يقول ساعتها فتح العوذة وإذا بالعوذة مكتوب فيها بني قاسم إذا رأيت وحدة أخي الحسين في كربلاء فلا تقصر عن نصرته، وإن لم يأذن لك فاعطي هذه العوذة.
آجركم الله. إجا مرة أخرى إلى الحسين: عماه يا حسين، هذه وصية من أبي، أخذها الإمام قرأها: بني قاسم، إذا رأيت وحدة أخي الحسين في كربلاء فلا تقصر عن نصرته. يقول حينها صاح الإمام الحسين، صاح: وأخاه وحسنا، أيوا مصيبتا. التفت إلى زينب: أخي زينب، علي بصندوق أخي الحسن. جاءت بذلك الصندوق، أخرج عمامة الحسن، لفها على رأسه وجزء منها على وجهه، ثم ألبسه درعه، ثم قلده السيف، وقال: بني قاسم، ادخل على عماتك وأخواتك وأمك رملة للوداع حتى يتزودن منك. ودخل. شايفين أيها الأحباب شباب ويريد يروح الحومة الميدان، هذه عمته تجي تشمه بحلقه، وذيش تقبله، وذيش تحضنه، وأمه تفديه. الله أكبر. شنو من وداع صار، إلى أن ودع العيال آجركم الله، وخرج القاسم إلى جهة عم الحسين، سلم السلام الأخير وقال: بني ابرز. خرج مولانا القاسم إلى حومة الميدان وهو يرتجز ويقول: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، صبط النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالأسير المرتد بين أناس لاصقوا صوب المزون. آجركم الله. يقول حميد بن مسلم: خرج إلينا غلام لم يبلغ الحلم، عمره 13 سنة، كفلقة القمر الطالع، وفي رجليه 9 نعلان، وعليه قميص وإزار. يقول: فمر بي الأزدي وقال: علي آثام العرب إن لم أذكر أمه به. قلت: يكفيك الذين احتوشوه من كل مكان. فقال: لأشدن عليه. فبينما القاسم يقاتل القوم إذ انقطع 9 نعلي اليسرى. آجركم الله. نزل القاسم، انحنى القاسم على 9 نعله لكي يشده يصلحه. آجركم الله. هز اللعين السيف وأهواه على رأس مولانا القاسم، فخر القاسم وهو ينادي: عما حسين، عليك مني السلام، عماه أدركني. يقول: فجاء إلي الحسين كالليث الغضبان على فريسته، فضرب قاتل القاسم على يده فقطعها. صاح صيحة سمعها العسكر فأخذته الخيل ورضرضت أعظامه. آجركم الله. يقول حميد بن مسلم: من جلت الغبرة إلا والحسين عند ابن أخيه، وهو يقول: بني قاسم، بعدا لقوم قتلوك. بني قاسم، يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك. يقول: وبكى الحسين، بكى وناداه: يا جاسم اش بيدي. بكى وناداه: يا جاسم اش بيدي،
يا ريت السيف قبلك حز وريدي، يا عمي هانلكم وحيدي، تخلوني وعلى خيمي يا عم الخيل تبتور. أجركم الله. كم فقد الإمام من شباب. يقول حميد بن مسلم: أخذ القاسم إلى صدره وجاء به إلى الخيام. يقول: أنا أنظر إلى الحسين عندما حمل ابن أخيه القاسم، يقول رجلي القاسم تخط في الأرض. يقول: لا أدري هل القاسم أطول من الحسين أم الحسين من شدة المصيبة، من عظم المصيبة ما قدر يشير ابن خيه. يقول: إلى أن جاء به ووضعه في فسطاط القتلى مع أخوته وأبناء عمومته. الله يرحم شعرانا. يقول: جاء ووضعه بين القتلى. شلون جابه ومدده ما بين خوت. أعلى جابه ومدده ما بين. بكى عيدهم يا ويلي وهم موت، بيس ما سمع النسوان صوت. اجيت رملة تصيح الله أكبر. اجت الأم المفجوعة بولدها، رأت ولدها القاسم مخضب بدمه، رأته وقد سلبوا ثيابه. صاحت: يا ابني مبارك بين 70,000 جابوك. أنا بدال الحنة لأن الشاب حنوك. يقول: بعد شنو عدها؟ قالت: ولا مال يا ابني، أنا ردتك ما أرد الدنيا. الله يساعد قلب كل من فاقد ولد. ولا مال أنا ردتك ما رد الدنيا، ولا مال تحضرني لا وقع حملي، ولا مال يا السمخة ظنوني، ولا مال يا ابن عند الضيج يا ابن قطعت بي، يا ابن عند الضيج يا ابن قطعت بي. بعد شنو قالت؟ يا ابني أنا ردتك ذخر الأيام شيبي. أويلي يا ابني ردتك ذخر الأيام شيبي، يا وسفا قطع منك نصيبي، يا المحروم ما ينشم العذيبي. هاي أبيات كل سنة تسمعوها، أريد أرددها أنا وياكم وأسألكم الدعاء بعد ما عد شيء. شنو من أبيات القاسم يوصي أمه، يقولها: يمه خاف تشوفين شهيد، أخاف تشوفين زفة شباب، أريدك تذكريني. شي يقولها؟ يمه ذكريني من تمر زف أعلى، يمه ذكريني من تمر زفة شباب، من العرس محروم وحنتي دم المصاب، شمعة شبابي من يطفوها
حنيتي دمي والجفن ذار التراب. إلك حجي يوم ذكرين زفت شباب من العرس محروم، حنيتي دم المصاب من ثدي النيبة راضع بصاف الحليب، وبهالشهادة صار لي قسمة ونصيب، حفت بدمي خل يفرشوها حنيتي دمي والكفن ذار التراب. يما ذكريني يما ذكريني، كلكم شباب ليش يما ذكريني، من العرس محروم حنيتي دم المصاب، يوم المبارك أصبح الدين شهيد، وبزع العمي يظل بالطف وحيد، رملة بمصابي خلي واسوها حنيتي دمي والجفن ذار التراب. يما ذكريني يما ذكريني، من العرس محروم أعلى أريته منك يما ذكريني يما ذكريني، من تمر زف من العرس محروم وحنيتي دم المصاب. شنو سيدي قال أهلي وصاني بالوفا يوم الطفوف، ومن دم وريدي يصبح خضاب الجفوف. هذه وصيتي شباب، هذه وصيتي يلتي سمعوها حنيتي دمي والجفن ذار التراب. يما ذكرين يما ذك من تمر زفت شباب، من العرس محروم دم المصاب. أهلي وصاني بالوفا يوم الطفوف، ومن دم وريدي يصبح خضاب الجفوف. هذه وصيتي يلتي سمعوها حنيتي دمي والجفن ذار التراب. يما ذكرين يما ذكرين، من العرس محروم حنيتي دم المصاب. يما ذكريني يما ذكريني، من تمر زفت شباب
من العرس محروم وحنتي دم المصاب. شمعة شبابي من يطفوها حنتي دمي والجفن ذار التراب. يما ذكريني من تمر زفت شباب. من العرس محروم وحنتي دم المصاب. إليك يما ذكريني زفت شباب. ليش تعبت؟ يما ذكريني، يما ذكريني من العرس محروم وحنتي دم المصاب. من ثدي النيبة راضع بصافي الحليب وبهالشهادة صار لي قسمة ونصيب. حوفتي بدمي خال يفرشوها حنيتي دمي والجفن ذار التراب. إليك يما ذكريني من العرس محروم دم المصاب. يوم المبارك أصبح الدين شهيد وافزع العمي من يظل بالطف وحيد. رمل بمصابي خلي واسوها حنتي دمي والجفن ذار التراب. يما ذكريني يما ذكريني من تمر زفت شباب. من العرس محروم. إلهي وسيدي إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيه. اللهم صل على محمد وآله. اللهم عجل لوليك الفرج يا الله. هب لنا رأفة ورحمة ودعاء وخير. اللهم عجل لوليك الفرج يا الله. إلهي من كان في مجلسنا هذا طالب حاجة سيما من أوصانا بالدعاء اللهم اقضي حوائجهم يا الله. من على المرضى بالشفاء العاجل يا الله. رد كل غريب أسير زائر إلى أهله سالما غانما يا الله. وفقنا للحضور في مجالس الحسين وارزقنا البكاء على مصائبه وارزقنا بالقريب العاجل زيارته وفي الآخرة شفاعته يا الله. احفظ هذا البلد وسائر بلاد شيعة مولانا أمير المؤمنين يا الله. احفظ وأيد حماة الدين سيما علماءنا العاملين الحاضرين في هذا المجلس. وفقنا وإياهم لكل خير يا الله. تقبل منا ومن المؤسسين بأحسن القبول يا الله. دعاءنا الأخير اللهم ارزقنا حسن العاقبة. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات من مات على الإيمان الشهداء العلماء مؤسسي هذه الحسينية المباركة خدام الحسين من له حق علينا وعليكم لا سيما إلى ولية نعمتنا فاطمة المعصومة عليها السلام. رحم الله من أهدى الفاتحة مع الصلوات.